في وليكن في التجمع أو في أي حتة يعني طبيعي أنا ما اتحركتش دلوقتي. هل أنا كده عارف المستقبل؟ لأ. وارد كمان ساعة ما يبقاش موجود في الدنيا أصلا. بس هي المسألة في إن المستقبل بيترتب على الحاضر، والماضي بيترتب عليه حاضرك. فأنت لو ما قدرتش تتحكم في الماضي، إزاي هتتحكم في الماضي؟ تتحكم في الماضي إزاي؟ هقولك دلوقتي. الماضي حاجة خلاص خلصت وعدت، مش هتقدر تغير فيها حاجة، لكن هتقدر تغير وجهة نظرك عنها. يعني حصل موقف، الموقف ده سبب لي شعور كذا، فخلاني محبط، خلاني كذا 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 كذا، ما اتعلمتش منه حاجة. كل اللي بيحصل معايا اللي انا كل ما بفتكره بتألم وبفضل احبط وبفضل اعمل. لا، راجع الموقف ده تاني، شوف التفاصيل الصغيرة اللي كانت فيه، وشوف انت هتتعلم منه ايه. لازم تتعلم من الماضي، لازم تتعلم من الاخطاء اللي انت عملتها، من الاخطاء اللي ارتكبها الاخرين، عشان تعرف تتحكم في اللي جاي، تقدر تعدل في الحاضر.